وفاة النجل الأكبر للفنان السوري جورج وسوف بطريقة مفاجئة وتفاصيل الوفاة وآخر صورة نشرها الراحل قبل وفاته. غيب الموت وديع ابن الفنان السوري جورج وسوف مساء يوم الجمعة إثر تعرضه لأزمة صحية جراء مضاعفات عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها أخيرا. وكان وديع جورج وسوف قد دخل مساء الخميس في غيبوبة بعد العملية الجراحية التي خضع لها، وعانى خلالها من نزيف حاد استدعى عملية نقل دم له، وتعرض بعد ذلك لأزمة قلبية. ويرتبط الراحل وديع وسوف بعلاقة مميزة مع والده سلطان الطرب، وهو ما قاله جورج بأكثر من مناسبة، بينما كانت آخر منشورات الراحل وديع عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام هو صورة تجمعه بوالده يهنئه فيها بمناسبة يوم ميلاده في 23 من ديسمبر من العام الفائت 2022. وظهر وديع في الصورة وهو يقدم قالب كيك لوالده بمناسبة يوم ميلاده، وقال في تعليقة على الصورة: عيد ميلاد سعيد لوالدي، أخي أعز أصدقائي وعمودي الفقري، أحبك. ليكون هذا آخر ما نشره الراحل وديع عبر حسابه الرسمي على انستغرام. وحرص سلطان الطرب جورج وسوف على قبول العزاء في نجله الأكبر وديع رغم تدهور حالته الصحية، واستقبل جورج وسوف وعائلته المعزين في صالة كنيسة القديس مرنقول الأشرفية للروم الأرثوذكس، قبل أن يغادر جثمان الفقيد لبنان ليوارى الثرى في مسقط رأسه بسوريا. وظهر وسوف جالسا تنتابه حالة وجوم وتكسو ملامحه الحزن، بينما حرص أفراد أسرته على استقبال المعزين وتقديمهم إلى وسوف، الذي اكتفى في مقطع فيديو المتداول من داخل الكنيسة بقبول العزاء فقط دون تبادل أي حديث مع أي شخص. وانهارت شاليمار والدة وديع جورج وسوف ودخلت في نوبة بكاء أثناء تلقيها عزاء نجلها الذي أقيم في كنيسة مرنقولة للروم الأرثوذكس بمنطقة الأشرفية في بيروت. وظهرت شاليمار بمقطع فيديو مؤثر وهي تقبل يد والد ابنها الفنان جورج وسوف في عزاء نجلهما وديع الذي رحل عن عالمنا. وقال الوسوف لشاليمار: راح وديع يا أم وديع، لا تدخل في نوبة البكاء هي الأخرى. وهو ما أبكى أيضا المعزين الذين كانوا بجانبهما. راح يا أم وديع، راح وديع يا أم، راح يا عيد، راح وديع، نحن عيد الطيب يا أم وديع. وديع هو أول أبناء جورج وسوف من زوجته الأولى اللبنانية شاليمار شلبي. ولد في العام 1983 ويبلغ من العمر 39 عاما. درس التسويق في الجامعة الأمريكية ببيروت. جمعت قصة حب مع الفنانة اللبنانية رولا شامية، وامتدت لسنوات طويلة، لكنهما قرر الانفصال بسبب ظروف عمله وسفره الدائم، لكنهما بقيا على علاقة صداقة حتى رحيله. ولطالما عرف عن وسوف شدة تعلقه بنجله الراحل، فوديع هو الابن الأكبر للفنان السوري جورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار، وقد جمعته بابنه علاقة مميزة، فلقب الفنان السوري بأبو وديع، بينما حصد ابنه لقب حبيب القلب من فرط حب والده له. فكان وديع يرافق والده في الكثير من المناسبات والحفلات الغنائية، حيث سجلت الكاميرا لقطات لهما مفعمة بالحنان في كل مرة كان فيها تحت الأضواء.